نتكلم عن الصناعة البحرية وأهميتها، وهل هي أمر ضروري لتوطينها في المنطقة الاقتصادية، وليه أصلا بيتم توطينها في المنطقة الاقتصادية. خلينا نعرف كلنا إن الصناعة البحرية ليها اسم آخر، وهي صناعة الشحن. الصناعة البحرية دي ليها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي على مستوى العالم وفي مصر. في مصر بتحظى الصناعة دي بأهمية خاصة بفضل موقعها الحيوي في اقتصادية قناة السويس، لأنه بيشكل دفعة قوية لاقتصاد البلد. خلينا نعرف اللي بفضل مرور قناة السويس، واللي بيعد من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت مركز رئيسي للتجارة الدولية والأنشطة البحرية. ولكن لغاية دلوقتي مش عارفين نستفيد من إمكانية المنطقة دي في السنوات الأخيرة، يعني لسه ما استفدناش من إمكانياتها. عشان كده الحكومة المصرية بادرت بإطلاق مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. إمتى؟ في 2015. طب بهدف إيه؟ تحويل المنطقة إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة. يعني إحنا تم إنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 2015. في السنوات الأخيرة حطينا هدف إن هي تتحول المنطقة دي لمركز عالمي للتجارة والصناعة. طيب الصناعة البحرية دي توطينها في المنطقة بالذات خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كلاعب مهم في السوق العالمي. خلينا نتكلم عن إيه هي الصناعة البحرية، وليه بيتم توطينها في المنطقة الاقتصادية، وهل يعد توطينها في المنطقة الاقتصادية أمر ضروري؟ ضروري للاقتصاد المصري. خلينا عارفين إن الصناعة البحرية بتشمل جميع الأنشطة المرتبطة بالبحر، زي الشحن وبناء السفن وإدارة وتشغيل المواني. يعني هو قطاع حيوي بيربط دول العالم، وبيدعم حركة البضائع، وبيعد أساسا للتجارة الدولية. وفقا لغرفة الشحن الدولي بينقل حوالي 90% من التجارة العالمية عبر الصناعة البحرية. يعني توطين الصناعة دي في منطقة قناة السويس بيفتح أبواب واسعة لاستفادة الاقتصاد المصري بأشكال مختلفة المتنوعة. توطين الصناعة دي فرصة لتعزيز قدرات مصر على تصدير واستيراد السلع، وده بيؤدي إلى رفع حجم التجارة الدولية للبلد، لأن قناة السويس بتعتبر نقطة عبور استراتيجية للسفن الصناعية والتجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، وده بيعمل انتعاش ملحوظ في القطاع. خلينا كمان عارفين إن توطين الصناعة البحرية بيساهم في توفير فرص عمل جديدة للسكان، يعني للشباب، وده بيقلل من البطالة وبينمي رأس المال البشري في المنطقة. يعني المجال ده بالذات بيتطلب تنوعا في العمالة بين المهارات الفنية زي بناء السفن والخبرات اللوجستية والإدارية، وده بيعزز تنوع السوق العمل المصري، وبيجذب طبعا التحول ده لاستثمار رؤوس أموال أجنبية لاقتصاد البلد. توطين الصناعة البحرية في اقتصادية قناة السويس خطوة نوعية تعزز مكانة مصر عالميا، وبتدعم النمو الاقتصادي المحلي. خلينا كده بنقول بصراحة العبارة إن من كلامنا بيتضح إن المنطقة بتتمتع بموقع مثالي وبنية تحتية متميزة لتصبح مركزا بحريا رائدا على مستوى المنطقة. كان معكم الباحثة الاقتصادية نوران الرجال.